كيبدا الفيلم ديالنا خوتي مع ايدي اللي يلاه ضرب 12 عام ديال الحبس ومشى لبيت جده فيفيان باش يعيش معاها. فيفيان عنقاتو وكانت فرحانه بزاف. فاش دخل البيت ديالو لاحظ مشرجم واحد العائله ساكنين في الكرفان في الحديقه ديال جداه، وشاف جارتو شيلي وولدها الصغير. هاد العائله كان باين عليهم المشاكل. فيفيان قالت ليه باللي كون ما كانش داك الولد صغير من زمان كانت غادي تخرجهم من الكرفان ديالها. في النهار الثاني فاش كان ايدي كياكل قالت ليه جداتو خاصو يقلب على خدمه ويرجع لحياته الطبيعيه. في النهار الثاني ايدي مشى كيقلب على خدمه حيت كان بين الشروط ديال الخروج ديالو من السجن. الجده شرطت عليه يبقى يمشي معاها للكنيسه كل سيمانه باش تخليه يعيش معاها. ايدي خرج بالليل لواحد البر صغير وتلاقى مع صحابو القدام ولقى صاحبو كولز ولا بوليسي بحال باه. من بعد جات شيلي للبار وبانت من الاول مهتمه بايدي وبدات كتقرب منه. في الصباح من بعد الليله اللي دوز معاها خرج ايدي من الكرفان وفيفيان اللي شافته تصدمات. ومع 10 ديال الصباح فيفيان فيقات حفيدها باش يمشي معاها للكنيسه وحتى سام مشى معاهم. هنا عرفاتو على سام الولد اللي ساكن في الكرفان ديال الجده فيفيان، كان عزيز عليها بزاف وهي اللي كانت كتهلا فيه. فاش وصلوا للكنيسه كان كلشي كيشوف فيهم وكان باين ان سام ما مفاهمش مع الدراري. وفاش خرج بقى كيهضر مع صاحبه القديم كولز، وهنا كيجي بات كولز اللي حتى هو بوليسي قديم واللي كان السبب حتى دخل الحبس. داريل جا عندهم ولاحظ باللي سام كيلعب مع البنات وكيدير الحركات ديالهم. وفي الصباح فيفيان عطاتو شي فلوس يديباني بها حتى يلقى خدمه. ايدي حشمان يشد الفلوس من جداه ولكن هو باقي ما كيدخل حتى درهم. فاش مشى لواحد الماركت شاف ورقه معلقه مكتوب عليها عرض ديال الخدمه، ولكن فاش طلب منها تعطيه عمر الاستماره جا هاد السيد هو مول الشي وقال ليه صافي خدمت واحد السيد اخر، وكان باين ما بغاش يشد شي واحد عنده سوابق. سام كان كيمشط شعر فيفيان وفاش جا ايدي فيفيان قالت ليه ان سام غادي يبقى معاهم حيت مو مشات وخلاتو مره اخرى. ايدي لاحظ باللي سام كيلعب بالعرايس وقال ليه هادشي ماشي ديال الدراري، ولكن سام ما كانش فاهم. في العشاء سولات فيفيان حفيدها واش لقى الخدمه. هاد الهضره كتعصب ايدي وبزاف فاش فيفيان اتهماتو بالسرقه. في ديك الليله شاف واحد الاعلان في البار على خدمه عامل نظافه ومشى في الصباح يدير مقابله، ولكن حيت عنده سوابق رفضوه. ايدي حاول يقنع مدير المدرسه يعطيه فرصه، هو قال لهم عمره ما خالف القانون في 13 عام ديال الحبس. فاش عرفوا كان كيقرا في جامعه لويزيانا وكان احسن لاعب في الريفرسايد العامين فوربس وعدوا باش يعاونوا. في العشاء سام قال لفيفيان باللي كانت غالطه البارح فاش قالت ديك الهضره واتهمات ايدي. من بعد جا اتصال وقالوا ليه تقبل في الخدمه، دابا غيبدا الخدمه ديالو في المدرسه. وسام حتى هو كيقرا تما واللي كان كيتلم مع البنات ماشي مع الدراري. المعلمه ماغي هي اللي كانت ديما كتحميه. ايدي كيمشي مع جداتو نهار في السيمانه للكنيسه. كانوا شي عيالات كيقولوا باللي خاص فيفيان تتصل بخدمات حمايه الطفوله، وكاين اللي كيقول خاص سام يمشيو به للميتم. وهاد الهضره عصبت فيفيان بزاف. وفي الصباح ايدي شاف سام كيتفرج في كرتون ديال الاميرات وكيلعب بالعرايس. هادشي خلاه يتقلق من التصرفات ديالو اللي كانوا بحال ديال البنات. فاش دخل لبيت جداتو شاف اسوأ حاجه كان خايف منها، فيفيان توفات. دار الجنازه حيت فيفيان كانت محتارمه عند الناس في الكنيسه وكاينين بزاف ديال الناس كيحزنوا عليها. بالنسبه لايدي وسام كانت خساره كبيره ليهم. الباترون قال لايدي ما يجيش يخدم غدا. سام كان مقلق وكيتفرج في الماكياج ديال فيفيان. ايدي ما قال والو ومشى للبار، رجع للدار معطل وكلشي في بلاصتو حتى حاجه ما تبدلات. سام كان ناعس في الصالون. في الصباح ايدي خدام معاه لشي بلاصه وسام استغرب علاش قال ليه يجمع حوايجو، وكنعرفوا من بعد باللي ايدي مشى عند البوليس وشرح ليهم الحاله. الام ديال الولد مشات من 2 اسابيع وما كتجاوبش. البوليسي قال ليه غادي يتصل بخدمات حمايه الطفوله باش يديو سام للميتم. سام تقلق ملي شاف ايدي مشى وخلاه وما عرف شنو يدير واخا ما كانش كيبين ليه، ولكن ايدي بقى فيه بزاف ورجع جابو معاه. رجعوا بجوج للدار وقرر يربيه، ودابا خاصو يتهلا في سام ويولي اكثر مسؤوليه. سام كيمشي بوحدو للمدرسه في الطوبيس وايدي حتى هو كيمشي يخدم. وهذا النهار الاستاذه جابت سام حتى للدار باش تشوف فين عايش. ايدي تشطن وتخلع من اللي جات وسام مشى بقى كيتفرج في الكرتون. ماغي سولاتو عليه وبغات تعرف واش كيتهلا فيه وقالت ليه حتى هي ما عرفاش فين مشات شيلي وخلات ليه الرقم ديالها الا احتاجها. في العشيه ايدي كان كيتصل بشيلي ولكن ما كتجاوبش. هو ما باغيش يربيه ولكن ما كاين حتى حد اخر اللي تهلا فيه. سام ديما كيهز معاه العرايس بحال البنات وسول ايدي واش عارف وقتاش ترجع ماما، ولكن ما لقى باش يجاوب حتى هو ما عارف. ايدي كيتوحش الاب ديالو اللي توفى من زمان
وحتى فيفيان كانت ديما كتوحشو. قبل ما ينعس سام تمنى ليه الراحه وشاف البوم ديال التصاور القدام اللي كان فيه قصصات ديال الجرائد، وكان عرفوا باللي الاب ديالو كان نجم في الفوتبول. في الصباح مشى ايدي بسام للمدرسه وقال ليه كيعجبو يتفرج في الكرتون ديال الاميرات اكثر من اي حاجه، وباللي ماما عطاتو بوكس ديال الماكله في الصور ديال الاميرات. هاد ماما هي اللي كانت خارجه عليه. من بعد مرات كولز لوسي سولات ايدي واش ما عندوش مانع اذا سام لعب مع بنتهم ايميلي. سام كيشوف ايدي بحال الاب ديالو وبغى ياخذ الاذن منه. ايدي ما حبسوش ولكن حس براسو في شكل وبحال الا مسؤول. في الخمسة ديال العشيه مشى ايدي ياخذ سام. لوسي قال له يدخل للدار وايدي ما بغاش ولكن ما قدرش يرفض. شارك في الحفله ديال اللعب، لقى بلي سام كيلعب مع ايميلي ماشي مع الدراري. في العشيه ايدي خدا سام لواحد المباراه ديال الفوتبول وعاود ليه كيفاش كان كيلعب. ماغي كانت تما وعرضت عليهم يمشيو يلعبوا البولينغ مجموعين. داريل قال لايدي ما يدخلش مع شي اللي في شي علاقه حيت فيها المشاكل. ايدي ما كانش مسوق ليها غير كان خايف على ولدها. تيران كان عامر باللاعبين وكان فيه بطل جديد اللي كسر الرقم ديال ايدي. في هذا الوقت سول ايدي داريل واش عارف فين ساكنين المصارعين دابا. سام كان كيحاول يقلد الحركات ديال المشجعات. من بعد ما رجع سام للدار مشى ايدي للبار مع صحابو. داريل وهو سكران بدا كيتصرف بطريقه ما عجبات ستيف. في الصباح سام فيق ايدي باش يمشيو يلعبوا البولينغ مع ماغي، وفي الوقت اللي سام كان كيلعب ماغي وايدي كانوا كيهضروا وقال ليها باللي قرا في الجامعه عام تقريبا، ومن بعد خرج وكمل في طريق اخرى. وتا ماغي عاودت ليه حتى هي على الطلاق ديالها والفشل في الزواج وباللي بغات تكون قريبه من العائله ديالها. ايدي ولا في سام ولا كيتهلا فيه. وفي الخدمه اعتذر لسيبس على داكشي اللي دار داريل. في نفس الوقت فوربس سول سام واش مرتاح مع ايدي، واخا سام ما فهمش علاش المدير سولو هاد السؤال. وكل جوج سيمانات تقريبا ايدي كيمشي للبوليس باش يدير تسجيل الحضور حيت هادي من الشروط لافراج المشروط ديالو. ايدي وسام كيدوزو بزاف ديال الوقت مع بعضياتهم. وفي النهار سولوه علاش خاصو ديما يمشي للبوليس. ايدي اعترف ليه انه من سنوات دار خطا كبير مع واحد الشخص وكان بغى يسرق فلوسه ودابا كيخلص الثمن على داكشي اللي دار. سام حتى هو اعترف ليه انه سرق لعبه من واحد الولد في القسم ودابا حس بالذنب وكان كيسرق الحلوى من الجده فيفيان فاش كيجيه الجوع. ايدي قال سام الا رجع اللعبه للولد غادي يحس براسو مزيان. ايدي كان لقى الهدف ديالو في الحياه وحس براسو مهم لشي حد، وهذا الشيء كان كيعاونو يبقى قوي ويكمل حياته. في الصباح ايدي وسام كانوا كيوجدوا الفطور بجوج وقال ليه ما خصكش تاكل غير الحلويات حيت ما مزيانينش للصحه ديالك، ونصح سام يرجع اللعبه اللي سرق. وفي الغد كانت حفله عيد الميلاد ديال سام وجات ماغي وايميلي باش يباركوا ليه. ايدي اعطى سام جيتاره هديه والولد فرح بها بزاف واخا ما كانش مهتم بالموسيقى. الدراري الصغار كانوا كيلعبوا وماغي سولات ايدي على امه. هو قال ليها بلي هربات فاش كان عنده 5 سنين وفيفيان هي اللي عوضاتها. ماغي كتعاون ايدي وكترتب ليه البريد، ولقاو رساله من المحامي كيطلب من ايدي يتواصل معاه بخصوص الوصيه ديال فيفيان، وكيعرفوا باللي فيفيان خلات الدار وكلشي الممتلكات للكنيسه. ايدي ما كانش متوقع هذا الشيء وكانت عنده 30 يوم باش يخوي الدار. في المدرسه الدراري كيضحكوا على سام وكيتنمروا عليه حيت كيتصرف بحال البنت. ايدي شافهم مشى كيدافع على سام وخلع دوك المتنمرين الصغار. سام قال لايدي بغى يكتب رساله لبرنامج الاميرات السحريات باش يشارك فيه، وايدي حاول يحبسو حيت البرنامج غير ديال البنات، ولكن سام ما شاف حتى مشكل في هذا الشيء. وفي هذا الشوب سام كيختار الزي ديال الاميرات الهالوين وايدي كيحاول يشرح ليه انه خطا وهو ولد خاصو شي حاجه ديال الدراري. سام ما بغاش تدخل ليه الفكره لراسو، وهنا جات واحد المراه كبيره وقالت لايدي انه مجرم وما عندوش الحق يعتني بسام، وهذا الكلام قلق الولد بزاف وهو يدور فيها وقال لها ماشي سوقك. بالنسبه لايدي كان مهم يعرف ان سام كيشوفو مزيان وهذا الشيء عاونو وخلاه يامن براسو. وفي القسم قال الاستاذه انه غادي يلبس الزي ديال الاميره بينالوبي. ايدي ما قدرش يقنعو يلبس شي لبسه اخرى والطريق قبل القرار ديالو. في الحفله الدراري كيتنمروا عليه وكيسموه سامانتا. شويه دخلت الاستاذه لابسه الزي ديال السيد فوبس باش تدعم سام وتغطي على المشكل. في العشيه ماغي صيفطت لايدي وسام باش يجيو يتعشاو والولد كان فرحان وكل الحلوه بزاف. ماغي سولت ايدي علاش كان في الحبس، كان صعيب عليه يهضر على هذا البلان ولكن عاود ليها كل شيء. في الجامعه كان نجم فريق الفوتبول حتى تعرض لواحد الاصابه ومن ذاك الوقت الاطباء منعوه باش يلعب. من بعد ايدي وقع في الاكتئاب ورجع للدار وبدا كيعيش حياه منحرفه، وكان واحد معاهم ديما كيتفاخر باللي الاب ديالو عنده بزاف ديال الفلوس في الصندوق. قرر يقتحم الدار ولكن مول الشي رجع قبل الوقت. ايدي هجم عليه واللي دار اكبر غلطه في حياته. سام كان ناعس وماغي اقترحت على ايدي يبقى يبات عندهم. في النهار الثاني بعد المدرسه
ايميلي عيطت على سام باش يلعب عندهم وهو كان فرحان. وفي الاستراحه مشى كيقلب في بيسي كيفاش يولي الوصي القانوني لسام. وفي النهار الثاني ايدي وماغي كيجمعوا حوايج باش يخويو الدار. دخل سام وهو كيبكي في واحد الحاله هستيريه. مشى تبعوا البيت ولقاو جو عامر بالماكياج. ايدي تيقول ليه خاصك تبقى تدافع على راسك، ما تخليش الدراري الصغار يديروا فيك هاد الحاله. ولكن سام قال ليه ماشي الدراري الصغار اللي داروا فيا هاد الشيء، العم كولز وصاحبك داريل. تصدم ايدي بزاف وخرج. ماغي حاولت توقفو ولكن هو مشى ديريكت للبار. بدا كيفرشخ في داريل شويه كان غيصفيها ليه. حاولوا يجروه منه ومشى شد صاحبو البوليسي وقال ليه كيفاش خليتيه تعدى على الدري الصغير. قال ليه الا حاول باك هاد المره يدخلني الحبس حتى انت غادي تدخل معايا. فاش رجع ماغي كانت خايفه عليه وقالت ليه ما بغيتكش تدخل الحبس مره اخرى. وباللي سام بقى كيبكي الليل كامل. ملي رجع ايدي للدار ماغي فهماتو باللي كاينين ديما طرق باش يحلوا الخلاف بلا صداع. ولكن ايدي ما بدلش الراي ديالو. ايدي شرح لسام باللي ماشي هو اللي غلط وباللي داريل هو اللي دار الخطا حيت هو شخص ما مزيان. ايدي قرر يعاون سام يكتب رساله لبرنامج الاميرات السحريات اللي كان حلم سام الكبير وما كان حد كيوقف معاه فيه. وفي الصباح رجعت شيلي واللي كانت سكرانه. ايدي ما تسوق ليها وقال سام تقدر تجي تشوفني في اي وقت. ايدي ما كانش عاجبو الحال فاش داتو هي في ديك الحاله ومورا ما ولفوه ما بقاش كيعيش معاه. سام عنق ايدي وحتى ايدي كان مقلق بزاف ولكن فاهم ان سام خصو يكون مع امو. ملي شافت الجيتاره فهمت باللي نسات عيد ميلاد ولدها. شيلي كذبات وقالت عندها هديه ليه حتى هي. ايدي تقلق بزاف وحاول ينسى في الخدمه. في الاخر جمع الشجاعه وقرب من ماغي وقال لها ان شيلي رجعات. الهضره ديالهم ما كانش هي هذيك. مشى للبار باش يشرب ولكن بدل الراي ديالو. واحد النهار جا للدار ولقى سام كيتسناه. قال ليه باللي جيري راجل مو لاح ليه العلبه فاش كان كيخبي الغدا وقال ليه ما غاديش يعيش مع ولد مثلي. وسولو شنو كتعني مثلي. قال ليه ايدي كتعني طفل مختلف باش ما يخليش يحس بالنقص ويتقلق. وفي الصباح في المدرسه كيعرف باللي سام غادي ينتقل يعيش مع راجل مو وغادي ينتقل لمدرسه جديده. ايدي النهار كامل كيتفكر في اللي وقع. فاش كان راجع للدار لقى البوليس خارجين وفاش سول على سام قالوا ليه باللي دار الحضانه داوه. مشى تبعهم للحضانه وطلب منهم يشوف سام ولكن ديك المسؤوله ما بغاتش تخليه يشوفه وقالت ليه غادي يبقى معانا تحدد القاضي واش غيبقى في الحضانه ولا غادي يرجع للام ديالو. رجع ايدي عند شيلي وعرض عليها الفلوس وقال لها تخلي ليه الوصايه على سام وما تخليش في دار الرعايه. هذا الشيء قلق شيلي اللي كتعتقد ان ايدي ماشي احسن منها. ايدي حاول يقنعها ان المحكمه عمرها ما غادي ترجع ليها سام حيت هي مريضه. شيلي بدات كتغوت وقالت انها غادي تبطل كاع العادات الخايبه ديالها على قبل ولدها. ايدي مشى مع ماغي للمحكمه باش يدير طلب للمحكمه يكون الراعي ديالو ولكن القاضي كترفض الطلب ديالو وقالت ليه تقدر دير طلب اخر ملي تستقر في شي دار ديالك. ايدي كان كيبكي مسكين. I can't abandon that boy. I will not abandon that boy. وقال لي بغى يتهلا في سام بحال ولدو ولكن القاضي رفض. شيلي دخلات وطلبت ترجع ولدها وقالت ان سام خاصو ماما حيت عنده مشاكل مع الصحاب. ورجعت الرعايه للام ديالو. في النهار الثاني ايدي كيشوف سام عايش حياه صعيبه مع السكريه ديال مو وراجلها. وفي واحد النهار جيري راجل مو كان كيضربها ودخل سام يدافع على مو ولكن جيري كيدفعو في الارض. وهنا دخل ايدي وضرب جيري وشاف كميه المخدرات اللي بزاف وهزو وداه معاه. ولكن ماغي اتصلت بيه وقالت ليه مو عيطات على البوليس. وقفوا في المحطه وعرف ان شيلي بلغات عليه وقالت ليه راه واخا مزيانه ولكن راه كتبقى مو. وقال ليها تعيط على كولس البوليسي صاحبو. ايدي وعد سام ان كل شيء غادي يكون مزيان وسلم راسو للبوليس وهو رجع وجابو معاه ولقى صاحبو البوليسي وكانت شيلي كتغوت. كولز قرر ياخد سام عند ماغي مؤقتا حيت شيلي ماشي في حاله مزيانه. داروا لايدي المينوط وسام طلب منهم يطلقوه وغوت على مو باللي عمرها ما بغاتو. سام كيبكي وجرى ورا الطوموبيل ديال البوليس وايدي كيحاول ما يبكيش وهو محبوس مره اخرى. وقبل ما يديروا ليه تهمه الاختطاف جا عنده صاحبو قال ليه باللي شيري الام ديال سام بدلت الاقوال ديالها وقالت باللي ديتي سام غير باش تشري ليه الشوكولاط وترجعو. الولد بقى ساكن مع ماغي وايدي رجع لخدمته وحياته الطبيعيه. وتفاجأ واحد النهار بشيلي جات تصورهم في البيت. ماغي بدات كتهضر معاه ولكن ما كانش مسوق ليها وقالت ليه فكرت في الموضوع وباللي حياتك مع ايدي غتكون حسن حيت هو شخص مزيان وكيتهلا فيك. كان قرار صعيب على شيلي حيت واخا كلشي كانت كتبغي ولدها
وسولاتو المره الاخيره واش بغيتي تعيش مع ايدي بالمر، وقال لها وهي تعنقوا بحال الا ما غادي تشوفوا باقي. وفعلا سام رجع يعيش مع بالمر في البيت وسط اجواء عائليه مزيانه، وسام تبدل بعد على الالعاب ديال البنات وبدا كيتصرف بحال الدراري من بعد ما مشات الام ديالو اللي هي السبب في داكشي اللي كان كيدير. حتى لهنا سال الفيلم ديالنا. نتمنى يكون عجبكم الملخص، وما تنساوش الاشتراك والاعجاب، والسلام عليكم.